30,000 جنيه خدمة بيقدمها صندوق تحيا مصر، بس ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة. والسؤال، ال30,000 دول من حق مين؟ وإيه شروط التقديم والحصول عليها؟ ومن إمتى الخدمة دي موجودة؟ علشان الست المصرية، بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر طلعوا نوع جديد من التمويل، وهو قرض مستورة، وعن طريقه تقدر المرأة المصرية تفتح مشروع خاص بيها وفي أي مجال تحبه، سواء بقى كان إنتاج حيواني أو تجاري أو خدمي أو صناعي، أو حتى تفتح مشروع من البيت عشان تزود دخلها وهي في مكانها. طيب، هل شروط التقديم عليه صعبة؟ بالعكس، ده الحصول عليه مفيش أسهل من كده. كل المطلوب إن اللي هتقدم عليه تبقى مصرية الجنسية وعمرها ما بين 21 و 60 سنة في تاريخ المنحة. وأخيرا، السمعة الحسنة، ودي هيعرفها عن طريق الاستعلام الميداني. طيب، إيه تفاصيل القرض نفسه؟ حسب موقع البنك، قيمة التمويل اللي بتاخده العميلة بيبدأ من 4000 لغاية 30,000، وده مبلغ مناسب عشان الواحد يبدأ مشروع على صغير ويكبر بعد مدة. بس خد بالك، البنك ما بيصرفش التمويل نقدي لكن عيني. طيب ازاي؟ العميلة بتقدم عروض أسعار بمستلزمات المشروع، والبنك بيكون مسؤول عن تسليم المشروع بعد الموافقة على التمويل. والخبر الحلو إنه بدون عائد، بس في مصاريف إدارية بقيمة 7% تدفعها مقدما و3.5% سنويا. أما بقى فترة السداد فمدتها 24 شهر. وكل المطلوب للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وطلب الحصول على القرض وبيان معاش لو موجود ووصل مرافق حديث. بس أهم حاجة هي تقديم نموذج 2، وده نموذج اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية، ولازم كل المستندات تكون موقعة ومختومة بختم اللجنة كإثبات صحة المستندات. وتقدر أي بنت أو ست مصرية عندها فكرة مشروع وعاوزة تحسن دخلها تقدم على بنك ناصر في أي فرع من فروع البنك. والبنك مش بيسلمها المشروع وبس، ده كمان بيقدم لها خدمات تانية عشان المشروع ينجح. يعني مثلا بيوفر خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع، وكمان بيوفر حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وكروت ميزة وخدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. طيب، هو في حد قدم على قرض مستورة ونجح فعلا؟ أيوة، وسبق وعرض بنك ناصر نماذج فتحت مشروعات لتطوير الملابس وصناعة الديكور ونجحوا وشغلوا اللي حواليهم. وفي الأول القرض كان مخصص للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وآخره في التمويل كان 20,000 جنيه بس. لكن بعد كده الحكومة طورته وزودت قيمة التمويل عشان يخدم كل سيدات مصر في كل المناطق. ودلوقتي يقولوا لنا، هل هتقدموا على قرض مستورة أو تعرفوا حد قدم عليه فعلا؟ شاركونا بتجربتكم في التعليقات.